السلام عليكم، واش راكم خياتي؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. نصلوا ونسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم البنات رايحه نشارك معكم صابلي المشاريع. يعني اي وحده قاعده في الدار، اي اخت قاعده في الدار وحابه تسترزق، نتمنى ان شاء الله تشوف هذا الفيديو، واكيد راكي رايحه تستفادي معايا، تديه يعني كمشروع وتستفادي منه. اكيد رايح يكون مشروع ناجح 100%. وشنو لازم تتبعوا كامل يعني النصائح اللي نمدهم لكم في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا لهنا القوام ولا الهشاشه تاع الصابلي ديالي، يعني يجي طري هشيش بنين وناجح 100%. نتمنى ان شاء الله تقعدوا معايا وتشوفوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخير، هكذا باش تستفادوا كامل ان شاء الله. يلا مع بعض نروحوا نشوفوا الوصفه، المقادير وطريقه التحضير. شوفوا معايا البنات، لهنا رايحه ندير كميه كبيره تاع الصابلي. الو رايحه ندير طل تاع المارغرين اللي هي 500 غرام مارغرين طريه، لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما لازمش تكونوا درتوها في الثلاجه، هكذا باش تكون يعني العجينه ديالنا ناجحه وتمد لنا نتيجه جد مرضيه. لهنا رايحه ندير معاهم البيض كما راكم تشوفوا. لهنا عندي 6 حبات تاع البيض، كيف البيض يكون بدرجه حراره المطبخ كما راكم تشوفوا. رايحه ندير لهنايا السكر الناعم، لهنا راهو منخول كما راكم تشوفوا. عندي لهنا 8 ملاعق كبار سكر ناعم. اللي عندها الميزان دير 240 غرام سكر ناعم، لانه كل ملعقه كبيره ترفد لنا حوالي 30 غرام سكر ناعم. فوالا لهنا درت لافاني، درنا قريصه تاع الملح. ندير كامل المقادير مع بعضها. انا رايحه نخدم في البيتخان لانه الكميه شويه كبيره. نتوما خياتي يعني اذا ما عندكش البيتخان عادي ما كاش مشكل، خدمي بالفوي من بعد خدمي بيدك كما راكم تشوفوا. لهنا البنات اللي حبت يعني دير 250 غرام مارغرين، يعني تقسم كامل المقادير على 2. انا ضاعفت كامل المقادير. لهنا كما راكم تشوفوا، لهنا تعمدت باش نوري لكم القوام تاع الخليط. شوفوا المارغرين لهنا كيفاش راهي قطع صغيره. كاين اللي يخليوا الخليط ديالهم هكذا ويضيفوا الفرينه والخميره، من بعد تقول لك الصابلي ديالي ما نجحلكش لانك ما خليتيش يعني المقادير تندمج مع بعضها مليح. وهذيك المارغرين ديالك لازم تدي قوام كريمي، ما لازمش تقعد حبيبات. عندنا لهنا الزيت كما راكم تشوفوا. نورمالمون كامل عندكم هذاك الكاس تاع ام وليد، هذا كيرفد لكم 220 ملي. هذاك الكاس خياتي نقصوا منه كما راكم تشوفوا حوالي الصبع كما راكم تشوفوا. لهنا كي ديري 250 غرام مارغرين ديري كاس فقط كما راكم تشوفوا. واذا درتي كميه كبيره كيما انا تاع رطل المارغرين نديروا 2 كيسان ويكونوا ناقصين بهذا الشكل، والخميره نديروا 2. اذا درتي 250 غرام مارغرين ديري كيس واحد خميره كيميائيه. شوفوا الخليط ديالي كيفاش ولا القوام ديالو كريمي، تقولشي رايحه نخدم جينواز. شوفوا البنات جا القوام ديالو ثقيل، وهذيك المارغرين ما كاش ما راهيش تبان، يعني كامل المقادير اندمجت مع بعضها مع هذيك الزيت، يعني كل شيء اندمج. واكيد العجينه ديالي راهي رايحه تجيني ناجحه. انا حبيباتي كما راكم تشوفوا ندير الخليط ديالي لهنا باش نقدر يعني نخدم وتشوفوني، لانه هذاك الاناء شويه عالي. فوالا البنات حطيت كامل الخليط لهنا كما راكم تشوفوا. الان رايحين نضيفوا الفارينه والخميره. فوالا حبيباتي كما راكم تشوفوا نضيف الفرينه ديالي تدريجيا، يعني ما تحكميش الفرينه ديالك وديريها كامل ومن بعد العجينه ديالك تجيك ناشفه ويابسه ومن بعد تحيري كيفاش يعني تصلحيها. فوالا حبيباتي لهنا رايحه ندير 2 يعني كيسين خميره كيميائيه، لانه درنا 500 غرام مارغرين. اذا درتي 250 غرام مارغرين ديري كيس واحد خميره كيميائيه. بنات كما راكم تشوفوا نروحوا مع الفرينه تدريجيا، يعني بشويه بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. الخميره دائما نديروها في الاخير مع الفرينه. فوالا البنات لهنا لازم نديرو يعني لازم نديرو يدينا في العجينه ديالنا باش نحسوا بالقوام ديالها. العجينه تاع الصابلي ديما ديروها طريه، على خاطر شكي يعني نخليوها ترتاح راهي رايحه تشرب. الو ردوا بالكم والزيت تتماسك. فوالا شوفوا القوام ديالها خياتي، شوفوا شحال جاتنا شابه وجات ليس. فوالا لهنا ديروها في ساشي ولا بابي فين مش عندك. فوالا نغلفوها مليح ونديروها في الثلاجه. هكذا البنات كما راكم تشوفوا نغلف العجينه ديالي جيدا هكذا البنات، ونحطها في الفريجيدار حوالي ساعه حتى ساعه ونص عادي
من بعد كي تولي ليها راكي رايحه تلقايها شربت وتماسكت، هكذا نقدروا نخدموا بها مع بعض. فوالا حبيباتي، رايحه ندير ولا ندي عفوا كميه، لانه الكميه تاع العجينه لهنا راهي كبيره. فوالا خياتي، لهنا البنات الطريقه تاع الخدمه، راكم تشوفوا هاد الفرينه اللي رشيتها، ما رانيش رايحه نزيد نرش الفرينه، لازم تخدمي هكذا بهذه الطريقه. خدمي بساشي ولا بكيس كما نقولوا بالحلال ديالك، وخدمي عادي العجينه ديالك، ما راهيش رايحه يعني تدي لك كميه كبيره تاع الفرينه. مي لو كان ما تخدميش بساشي كيما راني نخدم انا عفوا، راكي رايحه تقعدي غير تزيدي في الفرينه، من بعد العجينه اللي تقعد لك راهي رايحه تجيك ناشفه وتيبس لك وما تقدريش تزيدي تخدمي بها كميه اخرى. فوالا البنات، لهنا باش ينجح لكم هذا المشروع الافضل تخدموا بطوابع يكونوا صغار شويه، هكذا باش العجينه ديالك تقيس لك كميه كبيره تاع الصابلي، والمشروع ديالك ينجح لك. كما راكم تشوفوا عندي لهنا الطابع تاع الصابلي ديالي، يعني متوسط في الحجم ديالو كما راكم تشوفوا، وهذا هو السمك تاع العجينه. يعني ما ديروهاش خشينه باسكو فيها الخميره الكيميائيه كيما راكم تشوفوا خياتي. نورمالمون هاد الطوابع كامل عندكم، واذا ما عندكمش هاد الطابع يعني تقدروا تستعملوا اي طابع عندكم، المهم ما يكونش يعني الطابع ديالكم كبير. فوالا البنات، هادو رايحين نرفدهم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، هذوما الحبات اللي يجيو من الفوق يجيو مثقوبين. فوالا خياتي، لهنا دو بريفيرونس نرفدهم كيما راهم، نحطهم في الصنيوه، من بعد نحي لهم هذيك العجينه اللي راهي في الوسط، هكذا باش الحبه ديالي تاع الصابلي ما تتعوجش باسكو راهي بزاف طريه العجينه. فوالا جبت لهنايا الكوردون هذايا تاع الشوا كما راكم تشوفوا، ونحي هذيك العجينه الزايده اللي في الوسط. فوالا هذه هي الطريقه يعني كما نقولوا المناسبه، هكذا باش الحبات يجيونا كامل مع بعض. كما راكم تشوفوا درت شكل اخر، هذا هو، وهذا هي الشكل الثالث. يعني بهذه العجينه تقدروا ديروا عده اشكال. هذوما الهليلات رايحين نديروهم بنوات كوكو. شوفوا يعني الكميه، الله يبارك، دار لي كميه ما شاء الله، يعني رطل تاع المارغرين تقيس لك اكثر من 80 حبه. فوالا حبيباتي، لهنا نوزن الكريات هذوما 30 غرام، لهنا راني درتهم شويه كبار، تقدروا ديروهم حتى ل 25 غرام، راهي رايحه تقيس لكم كميه كبيره، يعني حتى حوالي 90 95 حبه. فوالا البنات، هاد الهليلات البنات كي يطيبوا نخليهم يبردوا. على كل حال القطو كامل لازم تخليه يبرد باش تروحي ديكوريه. كيما هذا يا البنات، هذوما الهليلات بنوات كوكو. كي يطيبوا خياتي ندهنهم من الفوق بالبانسو، ونحطهم في نوات كوكو. هذيك المرحله ما صورتهاش معكم لانه كامل تعرفوها، يعني نجوز بالبانسو، يعني المعجون هكذا بالبانسو من الفوق غير على الوجه، هذا ما كان له ديري المعجون من التحت ولا كامل الحبه. باش يكون مشروع ناجح لازم يعني نحاولوا كيفاش نقتصدوا في المكونات. هذه هي الطريقه كيفاش نشكلوا هذوك الهليلات. لازم الحواف ما يكونوش رقاق بزاف هكا باش ما يتحرقوش في الكوشه. فوالا البنات، كما راكم تشوفوا حاجه سهله، يعني كامل تقدروا ديروا هاد الحلويات ولا هاد لي غاتوساك ولا هاد الصابلي. فوالا البنات، شوفوا لهنا الحراف ديالهم ما راهمش رقاق بزاف. هكذا حبيباتي، شوفوا الكميه، الله يبارك. وما زالت عندي العجينه، لهنا راني نوري لكم باللي الحبه ديالي نجوز عليها بالمعجون من الفوق، نمسح عليها بالمعجون، من بعد نحطها في نواه كوكو على الوجه ديالها فقط. لهنايا راني لصقتهم كامل، درتهم حبه على حبه بالمعجون وبالبانسو ماشي بالمغرفه. هكذا البنات، هذيك المرحله كيف كامل تعرفوها، لصقوا حبه على حبه. فوالا خياتي، وما نكثروش المعجون. فوالا حبيباتي، لهنايا راني ذوبت الشوكولا ديالي على حمام مائي، كل 100 غرام نضيف لها ملعقه كبيره تاع الزيت، هكذا البنات باش تجيكم خفيفه هكذا. الخطوط تاع الشوكولا يجيونا رقاق ويجيونا شابين في الديكور. هذا هو الديكور ديالي، يعني ما رانيش رايحه نزيد حتى اضافه، هكذا باش المشروع ديالي يكون ناجح. كما راكم تشوفوا، شوفوا الشوكولا ديالي ولا هذا كلاصاج او شوكولا شحال راهو شباب ما فيهش حبيبات. لهنا واش ديري، تحكمي حمام مائي، يعني ديري كسرونه من تحت فيها الماء، تغليه فوق النار، وديري كسرونه من الفوق. الكسرونه هذيك اللي ديري فيها الشوكولا
ما لازمش تكون مشمخه، لازم تكوني نشفتيها مليح، لازم تكون ناشفه مليح، صينو هذيك الشيكولا راهي رايحه تفسد لك. قلت لكم في كل 100 غرام شوكولا ديري مغرف كبيره تاع الزيت. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا، وهذه هي الطريقه كيفاش نقلاصي يعني الصابلي ديالي. لهنا ديروا الطابع كيما حبيتوا. وشنو دائما نقول لكم وننصحكم، الطوابع لازم يكونوا صغار شويه. رايحه ندير ايضا لهنا خطوط بالشوكولا. فوالا حبيباتي، هذا هو الصابلي ديالي. لهنا كيفاش نبيعوه؟ عندك كل كرتونه ولا كل علبه ديري فيها 30 حبه، يعني 10 حبات من كل نوع، 10 حبات من كل نوع. البوكس ديالك تبيعيه من 120 ألف حتى ل 130 ألف. وإذا تبعتي كامل هذه النصائح اللي مديتهم لك عفوا، المشروع ديالك رايح يكون ناجح. فوالا حبيباتي، نتمنى ان شاء الله الفيديو هذا يكون نفعكم، وتكونوا شفتوه من الاول حتى الاخير، وتديو كامل النصائح هكذا باش تيفيتيو كامل هذوك المشاكل تاع الصابلي اللي يجيني مشقق ولا يجيني ناشف ولا يجيني محبب من الفوق. يعني تبعوا كامل النصائح يا البنات، مهمين جدا باش تنجح لكم عجينة الصابلي. إن شاء الله أي وحدة دير هذا المشروع تنجح فيه وتدخل دراهم وتخلي لي ان شاء الله تعليق لهنا. ما تنساوناش بجام تعليق شباب كيما نتوما خياتي. لهنا رايح نعاود نوري لكم القوام تاع الصابلي ديالنا. نخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.